السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تيتا امتئان منوعات. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. فيديونا اليوم راح يكون جولة ولا خرجة في واحد المنطقة رائعة كما راكم تشوفوا في الصور. راح نعرفكم على هذه المنطقة ولا على هذا المكان الساحر الجميل ما شاء الله. يعني شوفوا المناظر. صورت لكم هذا الجزء من الطريق باش تشوفوا كيفاش كان النهار. بيان سور كان بزاف شباب، كان مشمس، جو ربيعي مع شويه غيوم. وتاني حاجه اللي لفتت انتباهي انه كاين واحد اللافتات على الطريق كما هذه كما كنت تشاهدوا فيها. سبحان الله ما شاء الله. يعني الشخص او الهيئه اللي دار هذه اللافتات مشكور، لانه مكتوب فيهم الله اكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوه الا بالله. هنا راني درت لكم زوم باش تشوفوا لافتة مكتوب فيها الله اكبر. يعني فكرة هايلة عجبتني. تفكر كتنبيه وتذكير المستعملي الطريق المسافرين انهم يتذكروا الله اكيد مع دعاء السفر. فنشكر الشخص ولا الهيئة اللي عمل هاد اللافتات، وان شاء الله تتعمم على كامل طرقات التراب الوطني. واذا عندكم هكذا لافتات في تلاقيتوا بهم ديجا خلوا لي في تعليق. هنا لحقنا لطريق المكان اللي رايحين ليه. المكان هذا واسمه بحيرة غدير أم الحناش. هاد البحيرة ولا الغدير جاي في منطقة حدودية بين ولاية جيجل وولاية ميلا بمنطقة تيمزغيدة. قلت لكم هاد البحيرة مرتفعة، يعني جاية في منطقة جبلية عالية يبلغ ارتفاعها حوالي 1400 متر. تعتبر أعلى بحيرة في الشرق الجزائري. وهنايا تاني مناظر رائعة، يعني حتى الطريق راح تستمتعوا بها لما تروحوا للمنطقة. طريق شوية مسالك شوية صعبة، ولكن عادي تقدروا تجوزوها عادي. وتاني هناك اللي نظموا رحلات وجولات لهذه المنطقة في نهاية الأسبوع. حاجة مليحة. أنا شاهدت صور في الفيسبوك لمختلف فصول في هذه البحيرة، في مختلف الفصول، يعني رائعة. سبحان الخالق الذي سواها. لي هو الرياضة الجبلية، رياضة المشي، التخييم. راح يعجبكم الحال أكيد، لأنه منطقة قلت لكم مناظر رائعة مبهرة، بالإضافة للهواء النقي، يعني راح يعطيكم طاقة إيجابية. وهذه منطقة من المناطق بلادنا بزاف شابة وكبيرة واسعة، فالإنسان مليح يستغل ويحوس بلاده، يدي عائلته، يخرج مع أصدقائه، ينحي ضغط الحياة، العمل، الأولاد، الدراسة. لما لا الإنسان يبروفيتي ويروح يزور هكا مناطق ويستمتع بهم إن شاء الله. وهنايا خليكم تستمتعوا في الفيديو، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. إذا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك، ولا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة خلوا لي اشتراك. وفي الأخير نقول لكم سلام.